الدبلوماسية. أنا ابنة كفاح الشعب المغربي بالمسدس والبندقية والمدية والقنابل اليدوية. أنا ابنة المظاهرات والاحتجاجات والتضحيات في المدن والسهول والجبال الأطلسية. أنا ابنة النضال في المحافل الدولية القارية والأممية. ويأتي حدث 20 غشت 1953 توقد فيه شرارة رفع السلاح وتشتد ضراوة المقاومة في المدينة والبادية وعلى بساط كثبان رملية، إلى أن عاد المغفور له محمد الخامس من منفاه يحمل بشرى زوال الاحتلال في الحال. في 18 نوفمبر 1956 بزغ فجر الاستقلال والحرية ورفرفت الرايات الحمراء والنجوم الخضراء. دمت يا وطني حرا سيدا آمنا مستقرا أبيا أبيا آمين آمين يا رب العالمين. وطني ذاك الحب الذي لا يتوقف وذاك العطاء الذي لا ينضب. أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب. فوطني شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات، وتشربت أرواحنا حبه لتشتاق العودة إليه إن سافرنا. من لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، ولم يبن في قومه ناصحا له فما هو إلا خائن يتستر. ومن كان في أوطانه حاميا لهم فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حمى فذاك جبان بل أخس وأحقر.